قوية ثم تراجع الزمالك مثل ما توقعت أنت. صحيح. 11 ثانية كانت كفيلة بأن ناصر ان مصطفى شلبي يسجل أول أهدافه. كان في أخطاء عديدة في دفاع فريق المريخ. أحمد بالحاج تألق وصنع هدفين في أول 3 دقائق. 2-0 بعد 3 دقائق يديك إيحاء أن ممكن المباراة تبقى هيفي سكور تخلص 5-6 لكن مستريح. لكن المريخ ولكن العزيمه بتاعت فريق المريخ الحقيقه كانت مميزه، لانه في وقت من الاوقات قدر ان هو يتقدم على نادي الزمالك. عرضيه ممتازه وهدف اشدنا بيه لرمضان عجب في الشوط الاول عشان ينتهي الشوط الاول بنتيجه 2-1. فوجئنا ببدايه الشوط الثاني باداء متراجع لنادي الزمالك. نعم. واخطاء دفاعيه لا حصر لها. النهارده حسام عبد المجيد رغم ان هو احد المدافعين المميزين، الترويض رائع هنا، بيعمل واحده من اقل مبارياته هدف رائع بالنسبه لفريق نعم. المريخ السوداني. في الوقت اللي تراجع فيه فريق الزمالك محمد صبحي انقذ 3-4 اهداف مؤكده، ضربه راس مع تصويبه مع انفراد. نادي المريخ بيستمر في ضغطه ومفيش ضغط من نادي الزمالك اللي كان موجود في الشوط الاول. فولو معمول وتكاسل من عبد الله جمعه يقدر فريق المريخ ان هو يسجل الهدف الثالث عشان تبقى نتيجه 3-2. ولكن عوده لناصر منسي الحقيقه اللي بعتبره مان اوف ذا ماتش وبسجل هدفين. تمتعنا حقيقه 7 اهداف شيء جميل، رغم ان هنا الفرق ليس هناك اهميه في هذه المباراه. هو في طبعا مهاره من المهاجمين، ولكن عايزين برضو ضعف الدفاع. ان المدافعين النهارده كان لهم سبب كبير في المباراه تنتهي ب7 اهداف. اخطاء في الرقابه، اخطاء في التمركز، ولكن بدون ادنى شك المهاجمين كان لهم الغلبه في مباراه النهارده او الابر هاند اليد العليا. نادي الزمالك انتصار معنوي، في ايجابيات، اي نعم في ايجابيات، في سلبيات ايضا، وانما في سلبيات. مش عايزين الايجابيات تخلينا نغفل عن السلبيات. عامه من ايجابيات المباراه ناصر منسي. ثلاثيه هاتريك النهارده بيقدم اوراق اعتماده. يمكن انا في التشكيل وانا بقول اسمه قلت وليد منسي على اسم احد اصدقائي، فانا هسميه وليد بعد كده على انه كل مباراه يسجل هاتريك. نفس الشيء احمد بالحاج النهارده عمل مباراه مميزه واثبت نفسه بشكل مميز. انما عندك مشكله دفاعيه. نعم. ليه؟ لان نادي الزمالك دخل في مرمى 9 اهداف في المجموعات. 9 اهداف ده رقم كبير، يعني معدل هدف ونص في المباراه صح الواحده. هدف ونص في المره الواحده. انت دخل في مرماك 3 اهداف من كل فريق، 3 من الترجي على مباراتين، 3 من شباب بلوزداد على مباراتين، و3 من المريخ مباراه واحده. مباراه واحده من اصل 6 اللي قدرت تحافظ فيها على الكلين شيت، وده طبعا شيء غير جيد. انما انا اشوف ان ممكن البناء، ولكن بشرط اخلاص النوايا وبشرط ان يكون الهدف هو مصلحه نادي الزمالك فقط وليس مصلحه شخصيه. المدرب القادم عنده شغل كبير، شغل كتير جدا، لان في لعيبه فقد الثقه، في لعيبه بعيده عن الملعب، في لعيبه ملهاش نفس تلعب. فانت محتاج تبدا من البدايات، البيزكس الاساسيات بتاع كره القدم، عمليه الاستلام والتسليم. اللعيبه منهاره معنويا، اللعيبه فاقده الثقه، وعشان كده بنشوف اداء متباين. الثقه عند الجماهير لا زالت حاضره، شاهدنا في المدرجات. على فكره الجماهير النهارده عملت ابداع مقصود. نعم. الجماهير كانت بتبتدي اسود وقاعده عامله ايموشن الحزن. رساله اخرى غير رسائل هيثم فاروق اليوم. كله لبيب، هذه رساله اخرى افهموا. اللقطه اللي هم قاعدين فيها على الكراسي يعني واللون الاسود كانت رائعه، كانت رائعه جدا جدا جدا. وبحيي جمهور الزمالك اللي هو اوفى شيء في المنظومه. لو يقدر زميلنا نجاري يجيبها هتلاقي الجماهير قاعده وعامله ايموشن حزن. نعم، حزن في المدرج. جماهير الزمالك بتدي درس في الوفاء بالنسبه للنادي، ولكن انا قلت لك ممكن الاصلاح، ولكن المدرب القادم عنده شغل كتير جدا جدا جدا. في لعيبه بعيده عن الملعب، في لعيبه فاقده الثقه. محتاج نادي الزمالك يعود كما كان، وده وارد، ولكن استخدامات طبعا في المستوى ولاعبين، ويبدا بستاف. يعني يجب ان يكون هناك مدرب يعني قوي، شخصيه وتاريخ، وان يفرض نفسه ايضا على اللاعبين وربما ايضا على الاداره. بالطبع انه الزمالك نادي كبير، امكانيات كبيره، فريق عنده جماهير، يحتاج الى مدرب كبير ايضا، بيحتاج لمدرب يعني يمثل اسم الزمالك بنفس الاسم، بنفس المقومات اللي بيحتاجها جمهور الزمالك ولاعيبه الزمالك. يحتاج مدرب انضباطي اكثر. حتى الان لم يعلن عن المدرب، مدرب تكتيكي اكثر. فالى الان لم يعلن عن المدرب. يمكن في ساعات في اجتماع نجوم الزمالك في الساعات القادمه انه يظهر اسم مدرب الزمالك. اتمنى للزمالك التوفيق في مقبل المنافسات ومقبل المباريات. يعني كذا الفوز معنوي، مصالحه مع الانصار. يعني الانصار حضروا لكن
يعني غابوا ايضا في نفس الوقت، لان نعرف جمهور الزمالك انه اكثر من هذا طبعا يعاني كثيرا من هذه النتائج التي خيبت كل الامال، لكن يبدو انه يعود بسرعه. قلنا الفرق الكبيره تعود بسرعه زي ما قلت لك، بشرط تصفيه النوايا وبشرط ان اللي جاي يكون هدفه مصلحه نادي الزمالك. انا اشوف ان في شغل نادي الزمالك محتاجه الفتره الجايه، والجمهور محق ان هو يكون، لكن هذه بدايه قويه، يعني تكون بدايه من هذا الفوز. ما ده اللي يحزنك، ان مباراه زي دي تقدم 2-0 بعد 3 دقائق، شيء طبيعي تراجع ان انت تنهي المباراه دي 5-6 هيفي سكور. هي المباريات الكبيره بتبدا كده، تسجل هدف في البدايه ثم هدف ثاني ثم ولكن انت سمحت لفريق المريخ بعد 4 دقائق من الهدف ده ان هو يعود للمباراه 2-1 تختلف نعم عن 2-0. ولكن انا زي ما بقول لك في شغل كتير محتاجه نادي الزمالك في الفتره القادمه، دفاعيا وهجوميا في وسط الملعب. النهارده شفنا اخطاء عديده جدا. اي نعم الفوز زي ما احنا اتكلمنا مهم ومعنوي، ولكن انا اشوف الناصر منسي تنصيب المدرب الجديد في اقرب وقت ايضا. بالظبط، ده شيء يعني ليس هناك وقت، ده شيء مهم جدا. نعم. ناصر منسي النهارده يعني ابدع في 3 اهداف، هدف انفراد ببطن القدم، هدف بضربه راس محكمه، وهدف من تصويبه رائعه من خارج البوكس، بيقدم اوراق اعتماده، وان شاء الله يكون فتحه خير عليه ويكون هداف نادي الزمالك في الفتره القادمه. زي ما قلت لك برضو على احمد بالحاج. نعم. حسام عبد المجيد واحده من اقل مباريات، مباراه للنسيان، ولكن وارد ان انت تعمل مباراه سيئه في وسط عده مباريات مميزه. تعلق الحارس ايضا هو طبعا بدون شك مميز. صبحي رغم انه اهتزت شباكه ب3 اهداف، انما النهارده انقذ 3-4 اهداف محققه طبعا محققه. هي مباراة الحارسين اليوم، ولما يكون صبحي بينقذ هذا العدد الكبير من الاهداف، اذا الدفاع ضعيف، خط الوسط مش قايم بدوره. نفس الشيء بالنسبه للمهاجمين في عمليه بناء الهجمه للنادي المريخ. نادي المريخ النهارده في حاجه عجبتني فيه جدا جدا جدا، عندهم كام لعيب اشول بيعمل كروسات من الناحيه الشمال، دواء. بعدين الاشول دائما ممتع، دواء والله الاشول دائما ممتع. انا ما شفتش كروسات بتتعمل بالجمال ده. نعم. وبالحرفيه دي، صعبه على المدافع وصعبه على حارس المرمى، وبتبقى رايحه للمهاجم بشكل مميز جدا، وتسجل منها هدف، وكان ممكن تسجل منها كمان من هدف هذا الجزء اللي شاهدناه. هارد لك فريق المريخ بصراحه. 7 أهداف إذا كاملة في هذه المباراة. طبعا المريخ كان قريب جدا من نتيجة إيجابية خارج الديار، لكن طبعا المتألق اليوم ناصر المنسي أراد نتيجة أخرى وسجل ثلاثية وأهدى الفوز إذا لصالح الزمالك، وذلك في الدقيقة 93. هذا تدخل أيضا آخر، لكن مشاهد أن المحور يعاني. لا أدري كيف أن المدرب لم ينتبه، لا الزمالك ولا المريخ، أن المشاكل كلها والمصائب في المحور. مشاكل الفريقين واحدة في محور الدفاع، كانت واضحة من بداية المباراة. كل المدرب، كل الأهداف التي أحرزت من قلب الدفاع، ومن أخطاء التمركز لقلبين الدفاع، محور دفاع المريخ ومحور دفاع كرات عرضية كلها أحرزت على طول. بنشوف الآخر لاعب هو متفرج أكثر من إنه يكون لاعب. المفروض يسبق المهاجم، ياخذ خطوة خطوتين، إنه كان خلاص الهجمة انتهت وكان خلص مرمى يعني فريقه من ضغط أو من هدف. المريخ فريق جيد، عنده لاعبين عندهم روح، وروح أعادت بهم في الشوط الثاني، وقادرين يصنعوا أكثر من انتصارات ومن اداء. هي روعه في ظهر اللاعب، يعني هدف سوء تمركز المدافعين، نتكلم عن سوء قلبين الدفاع كما حدث منذ البدايه. من بدايه المباراه نفس الوتيره للفريقين بنفس الاسلوب بتحرز الاهداف. لا في تنبيه من المدربين، انه من مدربي الفريقين انه ما في تنبيه كسر التسلل، تمريره اروع ما يكون، من تهديف اروع ما يكون، لا يزال عنها الحارس تماما. الحارس ادى اداء اجود ما يكون. محمد مصطفى من اميز المواسم اللي بيلعب فيها الان، فاتمنى انه مراجعه الاداء الفني من قبل اداره نادي المريخ. نعم. لمستوى المريخ. شكرا جزيلا للكباتن. الان نستقبل الزميل اذا احمد فؤاد، الذي سيتولى ايضا قياده الاستوديو مباشره. اذا هو طبعا جاهز، قام بعمليه تسخين منذ حوالي ساعة ويسخن. جاهز من بدري، جاهز 100%. وكمان مساء الخير. هلا كابتن، كل عام وانت بخير. كابتن هيثم. كابتن هيثم الهيثمان، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. كيف من معك الليلة؟ اليوم مع طبعا عزيز بن نيج ومحمد العلوي. مساء الخير.